التفرد والتمايز حتمية لنضوج الإنسان ونضوج المجتمعات. ولقينا في الكتاب المقدس حاجات كتيرة ربنا قال لحد اختلف. إبراهيم: اترك أهلك، عشيرتك، أرضك، ديانتك، عباداتك، عاداتك الاجتماعية، وروح للأرض بعيدة خالص، عايز أعزلك من المجتمع المرضي وعيشك في حياة جديدة معايا، علاقة جديدة مختلفة تماما، وانت وسطهم مش هتعرف تعمل ده. لسه انت مش بالنضوج الكافي انك تبقى موجود وسط الأهل دول وتختلف عنهم في عبادتك وإيمانك وعقيدتك وحياتك. لازم أخدك تروح بعيد. ربنا يسوع كان كتير يقضي أيام منفرد ويقضي الليل كله في الصلاة في الجبل، كان ياخد تلاميذه في حتت بعيدة، كان يختلف مع الكتبة والفريسين والمعايير الموجودة في المجتمع، يختلف عن تقليد وتسليم الشيوخ، يقول دي تعليمكم انتوا، دي وصايا الناس، مش ده اللي انا حطيته، مش ده اللي منذ البدء، مش ده اللي ربنا خلقه، مش ده الأصيل، مش ده الحقيقي. وكان يختلف لدرجة الاحتدام والنقاش، اختلف على السبت وقال يجوز فعل الخير في السبوت، واختلف في وصايا كتير معاهم ان مش لازم اغسل ايدي من بره لكن النقاوه تبدا من الداخل، نقي اولا داخل الكاس والصحفه، مش لازم ابقى زيكم بزوق وزين من بره قبور مبيضه من الخارج. اتكلم عن النقاوه الداخليه، فقدر يختلف وعلم الكنيسه وتلاميذه الاختلاف. احنا مختلفين عن المجتمع، مش لازم نسايره ومش لازم نبقى زيه، حتميه ان نختلف عشان ينضج حتى مجتمعنا الكنسي. لقينا كتير قوي من القديسين والانبياء تالموا. ليه تالموا؟ فقط لاجل اختلافهم عن المجموع العام. هم بيعلموا تعليم المجتمع مش قابله، عايشين حياه، وفي ناس ابتدوا يدوروا لا احنا عايزين معلمين مستحكه مسامعهم يقولوا لنا اللي احنا عايزينه. لا تكلمونا عن اله اسرائيل بل كلمونا بالناعمات، قولوا لنا كلام لين وكلام جميل وكلام حلو. ربنا لما اتكلم عن جسد ودم، تاكلوا جسد وتشربوا دم والا ما لكمش حياه، ناس سابوه مشي. تلاميذ عاتبوه قالوا الكلام ده صعب، مين يقبله؟ قال لو انتوا عايزين تمشوا معاهم امشوا، انا مش هقول تعليم غلط يرضي الناس، انا مختلف عن الناس. انتوا سمعتوا بيتقال، انا بقول لكم اكتر من اللي سمعتوه، انا هقول تعليم اعمق من اللي انتوا سمعتوه، ماليش دعوه بالموجود دلوقتي، انا ليا دعوه بما هو اكمل وبما هو انضج وبما هو اجود. فالاختلاف هو قدره الناضجين، التمايز هو سمه الناضجين، قبول ان المجتمع يرفضني وانا ماشي في سكه صح هو سمه الناضجين. وما ننساش في سيره البابا اثناسيوس الرسول لما قالوا له ده العالم كله بيقول كده، الناس كلها انت بقى هتختلف ليه؟ العالم كله بقى ضدك يا اثناسيوس، وقال انا ضد العالم.